أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع بصراحة من أروع الحاجات اللي بيعملها جسمنا، عملية الشفاء أو الريبير. هنتعمق قوي في تفاصيلها عشان نفهم إزاي الجسم عنده القدرة الخارقة دي على إنه يصلح نفسه بنفسه بعد أي إصابة. طيب، رحلتنا النهاردة هتمشي إزاي؟ هنتكلم في 5 نقط أساسية. هنبدأ الأول بأساسيات عملية الإصلاح، وبعدها نشوف الطريقتين اللي الجسم بيستخدمهم: التجديد والتليف. وبعدين هنشوف تطبيق عملي للكلام ده في التئام الجروح، ونختم بأشهر المضاعفات اللي ممكن تحصل. يلا بينا. أول حاجة خلينا نحط الأساس. عشان نفهم الآليات المعقدة للشفاء لازم الأول نعرف المبادئ الأساسية اللي بتحكم عملية إصلاح الأنسجة في الجسم. يعني إيه ريبير أو هيلينج؟ ببساطة شديدة هي إن الجسم يستبدل النسيج اللي باظ أو اتضرر بنسيج جديد وسليم. الهدف طبعاً هو إن العضو المصاب يرجع لتركيبه ووظيفته الأصلية على قد ما نقدر. طيب، السؤال الأهم بقى، الجسم بيعمل الإصلاح ده إزاي بالظبط؟ هل هي طريقة واحدة وخلاص؟ الحقيقة لأ. الجسم عنده خلينا نقول خطتين أساسيتين للإصلاح، خطة ألف وخطة ب. تفتكروا إيه هما؟ الإجابة هي في الطريقتين دول. الأولانية هي الريجنريشن أو التجدد، ودي الخطة المثالية. هنا الجسم بيبني النسيج من أول وجديد بنفس الخلايا الأصلية كأن مفيش حاجة حصلت. أما الخطة التانية فهي الفايبروسيس أو التليف. دي بقى أشبه بعملية ترقيع سريعة، وبصراحة مش مثالية وبتسيب مكانها ندبة. تمام، ندخل بقى في تاني نقطة ونتكلم عن الخيار المثالي: الشفاء عن طريق التجدد. إزاي الجسم بيقدر يعيد بناء الأنسجة كأنها جديدة تماماً؟ الريجنريشن أو التجديد بالعربي معناه إن الجسم بيغير الخلايا اللي باظت بخلايا تانية سليمة، بس الأهم من ده كله إنها تكون من نفس النوع بالظبط، والنتيجة النسيج بيرجع لحالته الأصلية بالملي من غير أي أثر. كلمة السر هنا هي من نفس النوع. طيب، يجي هنا سؤال مهم: ليه مش كل حتة في جسمنا بتقدر تعمل الريجنريشن المثالي ده؟ يعني إيه اللي بيفرق نسيج عن التاني في قدرته على التجدد؟ بصوا، السر كله في قدرة الخلية على الانقسام، وفي 3 أنواع من الخلايا في جسمنا. النوع الأول اللايبل سيلز أو الخلايا غير المستقرة، ودي خلايا نشيطة جدا وبتنقسم طول الوقت زي خلايا الجلد والدم، عشان كده قدرتها على التجدد فوق الممتازة. النوع التاني الستيبل سيلز أو الخلايا المستقرة، دي خلايا يعني هادية شوية وما بتنقسمش إلا لو حصل إصابة، زي خلايا الكبد والكلية. أما النوع الثالث بقى البيرمننت سيلز أو الخلايا الدائمة، دي للأسف زي الخلايا العصبية وعضلة القلب، أول ما بنتولد بتفقد قدرتها على الانقسام تماماً، وبالتالي قدرتها على التجدد صفر. طب خلينا نمسك مثال عملي عشان نفهم أكتر. الكبد. الكبد خلاياه من النوع التاني ده، الستيبل. هل ده معناه إن الكبد لو حصل له إصابة يقدر يرجع سليم 100%؟ الإجابة بس في شرط مهم جداً، وهو إن الهيكل اللي شايل خلايا الكبد دي الفريمورك يفضل سليم. لو الإصابة بسيطة والهيكل ده متأثرش، الكبد بيرجع زي الفل. لكن لو الإصابة كانت قوية ودمرت الهيكل ده، هنا بقى بتحصل المشكلة وبيحصل تليف غير منتظم اللي هو معروف باسم تليف الكبد أو السيروز. طيب، ده كان الخيار الأول. إيه بقى اللي بيحصل لما الريجنريشن ما يكونش متاح؟ هنا الجسم بيروح للخطة ب، الشفاء عن طريق تكوين ندبة. هنا بيجي دور الفايبروسيس أو التليف. دي الخطة الاحتياطية بتاعة الجسم، يستخدمها لما يكون التجدد مستحيل زي في الخلايا الدائمة أو الإصابات اللي بتدمر الهيكل. ببساطة، بدل ما يبني النسيج الأصلي تاني، هو بيحط مكانه نسيج ضام اللي هو في الآخر بيعمل ندبة. هو مش أحسن حل، بس بيقفل الجرح وخلاص. عملية تكوين الندبة دي بتمر بكذا مرحلة. في الأول بيتكون نسيج مؤقت كده اسمه جرانيوليشن تيشو، بيكون لونه وردي ومليان شعيرات دموية. مع الوقت النسيج ده بينشف ويقوى، وفي النهاية بيتحول لشكله النهائي ندبة ليفية قوية وكثيفة. كويس جدا. تعالوا بقى نطبق الكلام ده على حاجة كلنا بنشوفها وعارفينها: التئام الجروح. الجروح بتلتئم بطريقتين. تخيلوا معايا الجرح عملية نظيف، حواف قريبة من بعض، ده بيلتئم بحاجة اسمها first intention. النتيجة بتبقى ندبة رفيعة وصغيرة جدا. طب تخيلوا بقى جرح كبير ومفتوح وفيه جزء من النسيج مفقود. هنا الجسم بيلجأ لطريقة تانية اسمها second intention، وبيحتاج وقت ومجهود أكتر عشان يملى الفراغ ده، والنتيجة بتكون ندبة أكبر وشكلها مش منتظم. الفرق كله في حجم الفجوة اللي الجسم محتاج يصلحها. طيب،
بعيداً عن جروح الجلد، إيه اللي بيحصل في كسور العظم؟ أوقات بنسمع إن في كسر ملحمش. ليه ده بيحصل؟ إيه اللي ممكن يوقف عملية زي دي؟ في أسباب كتير قوي، منها حاجات ليها علاقة بالكسر نفسه، زي مثلا إنه متثبتش كويس أو إنه الدم مش واصل للمنطقة دي كفاية أو حصل التهاب. وفي أسباب تانية بقى ليها علاقة بصحة الشخص نفسه، زي سوء التغذية أو السن الكبير أو أمراض زي السكر أو حتى أدوية زي الكورتيزون. كل دي ممكن تكون عوائق في طريق الشفاء. وده يخلينا نتكلم في نقطة مهمة جداً، إن عملية الإصلاح دي مش دايماً بتخلص على خير، أوقات بتحصل مشاكل ومضاعفات. تعالوا نشوف إيه اللي ممكن يحصل غلط. أول مشكلة ممكن تحصل هي الألسر أو القرحة، ودي مش مجرد تجريح سطحي، لأ، دي بتبقى حفرة عميقة في النسيج بتوصل للطبقات اللي تحت، زي ما يكون جزء من النسيج اتآكل تماماً، وغالباً بتحصل لما يكون الدم مش واصل كويس للمكان ده. في كمان مشكلة تانية، وهي تكوين مسارات أو إنفاق غريبة في الجسم. عندنا نوعين، الأول اسمه ساينس، ده عامل زي نفق ليه فتحة واحدة بس وآخره مسدود. أما التاني الفيستولا أو النسور، فده نفق كامل ليه فتحة من هنا وفتحة من هنا، وبيوصل بين مكانين المفروض ما يكونوش متوصلين ببعض. غير دول، في مشاكل تانية مشهورة زي الكيلويد، دي ندبة مجنونة بتفضل تكبر وتطلع بره حدود الجرح الأصلي، وممكن الندبات دي نفسها تسبب مشاكل. لو جت مثلا فوق مفصل بتنشف وتشد الجلد وتحد من الحركة. وفي حالات نادرة لكن خطيرة جدا، إن الندبات القديمة خصوصا بتاعة الحروق ممكن بعد سنين طويلة لا قدر الله تتحول لورم خبيث. وفي الآخر، وبعد ما شفنا كل ده من أول التجديد المثالي لحد المضاعفات الخطيرة، السؤال اللي لازم نسأله: إزاي فهمنا العميق للطريقتين دول في الشفاء بكل نجاحاتهم وفشلهم المحتمل بيغير شكل الطب اللي